بعد انتقال اللاعب احمد السيد زيزو الى النادي الاهلي، مش ده اخر لاعب النادي الاهلي هيجيبه من نادي الزمالك. النادي الاهلي حصل على توقيع الونش مدافع الفريق، وحصل ايضا على اللاعب مصطفى محمد لاعب الفريق السابق ولاعب نانت الفرنسي الحالي، بالاضافه الى ان في مفاوضات قويه جدا مع احد ظهيري نادي الزمالك احمد فتوح وبنتايك، ولكن الاقرب سيكون بنتايك. احكي لك القصه بالتفاصيل. الفتره اللي فاتت النادي الاهلي فعلا حصل على توقيع الونش لمده 3 سنوات، ولكن هيحدث بنسبة كبيرة تراجع في صفقة الونش، بالرغم ان هو مضى 3 سنوات، وان هو المفروض رايح بكرة السفارة الامريكية علشان يطلع الباسبور ويشارك مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. وفي حالة حدوث تراجع في الصفقة، حابب اقول لك ان النادي الاهلي هيدخل في مفاوضات جادة مع المدافع الاخر حسام عبد المجيد. أما بشأن الصفقة الأخرى وهي صفقة مصطفى محمد، فالنادي الأهلي فعلا دخل في مفاوضات جادة الفترة الماضية مع نادي نانت الفرنسي، وكان عايز يضم اللاعب لمدة شهرين على سبيل الإعارة الاستثنائية المسموحة في كأس العالم للأندية، ولكن النادي الأهلي نجح في الحصول على خدمات اللاعب لمدة 4 سنوات، وسيكون هو مهاجم النادي الأهلي الفترة القادمة مع جراديتشار. طب وسام ابو علي، حابب اقول لك ان وسام ابو علي بنسبه كبيره سيكون خارج النادي الاهلي عقب كاس العالم للانديه، بسبب وجود مفاوضات قويه بينه وبين نادي فرانكفورت الالماني. بخصوص ظهيري نادي الزمالك، النادي الاهلي فعلا بدأ في المفاوضات مع الظهيرين، ولكن بنسبه كبيره هيكون محمود بن تايك هو اللي موجود مع النادي الاهلي الفتره المقبله. امتى؟ لسه مفيش حاجه واضحه في المفاوضات. نادي العين الاماراتي دخل في مفاوضات جاده مع اللاعب حسين الشحات لضمه على سبيل الاعاره لمده عام، وفي فعلا مفاوضات جاده وفي رتوش اخيره في الصفقه، وفعلا في حاله اتمام الصفقه هتلاقي حسين الشحات بيشارك مع نادي العين الاماراتي بدايه من كاس العالم للانديه. النادي الاهلي فعلا نجح في تجديد عقود بعض اللاعبين اللي انتهت عقودهم بنهاية الموسم الحالي، على رأسهم محمد الشناوي وحمزة علاء، بالإضافة إلى أنه بدأ يدخل في كلام وفي اجتماعات بينه وبين اللاعب رامي ربيعة، وبنسبة كبيرة رامي ربيعة هيجدد للنادي الأهلي علشان محمد عبد المنعم مش هيرجع للفريق في الوقت الحالي. بالإضافة إلى عودة اللعيبة المعارين زي إليو ديانج وأحمد عبد القادر، وفي لعيبة هترحل الفترة الجاية عن الفريق طبعا بانتهاء إعارة يحيى عطية الله سيرحل عن الفريق. هيبقى في تسويق للضاوي كريست ورضا سليم. خالد عبد الفتاح بنسبة كبيرة خارج النادي الأهلي، وعمرو السولية هو أيضا بنسبة كبيرة خارج النادي الأهلي، واحتمال كبير برضو ياسر إبراهيم يكون بنسبة كبيرة خارج النادي الأهلي.